تدور القصة حول صراع ما بين عيلتين في أحد قرى الصعيد، وتتحول العداوة لوحشية تفوق التصور. يعني بالبلدي كده حاجة ما يتوقعهاش أي بني آدم. وبسبب الطار ده في عيلة من عيلتين اللي أنا هتكلم عنهم هتاخد حقها بطريقة وحشية وطريقة مرعبة جدا ما يتوقعهاش أي بني آدم. أنا حسام أبو سليم ودي قناتي، واللي ما اشتركش في القناة بتاعتي يا ريت يشترك في القناة بتاعتي ويدعمني. وعايزك تستعيذ من الشيطان الرجيم. مين اللي هتسمعه في القصة المرعبة اللي مش هتتخيلها؟ لو انت في الأوضة عايزك تفكر كويس وما تبصش وراك كتير. بسم الله، فلنبدأ. في سنة 1937 وفي قرية منعزلة في الصعيد اشتعل العداوة ما بين عيلتين كبار، عيلة العمدة وعيلة الغريب. العداوة دي يا سيدي بسبب حتة أرض كانوا عاملين مشاكل عليها، وبسبب الخلاف ده وظهرت ما بينهم مشاجرة، والمشاجرة دي أدت لقتل واحد من عيلة العمدة على إيد واحد من عيلة الغريب. وبالفعل لما واحد من عيلة العمدة اتقتل على إيد واحد من عيلة الغريب، الحكومة نزلت وفضت الاشتباك ما بينهم عشان خاطر الموضوع ما يكبرش اكتر من كده وما يبقاش فيه سلسلة من الدم. عيلة العمدة هنا تسكت؟ لا، ما تسكتش، عايزة برضو تاخد حقها وتاخد الطار بتاعها، عشان انتوا عارفين الصعيد واللي ما ياخدش طاره بيصيب بالعار مدى الحياة. فقررت عيلة العمدة تخطط وتاخد حقها بطريقة ما يتوقعهاش اي بشر ولا حتى يتوقعها الشيطان. احنا لازم ناخد حقنا ونخلص عليهم. هنا بقى عيلة العمدة وضعت خطة لاختطاف حسن، وحسن ده شاب من عيلة الغريب، والشاب ده من أنزه عيلة الغريب وأحسنهم شكلا وأحسنهم خلقا. وبالفعل نجحت عيلة العمدة في الخطة اللي كانت عملتها في اختطاف حسن اللي هو من عيلة الغريب، وقرروا قتله بطريقة بشعة غير اللي مألوف عنها، يعني غير اللي احنا متوقعين ان احنا نسمعه، اللي يحصل ما بين عيلتين طار ده يقتل واحد وده يقتل واحد ويقتلوا بعض بالنار او بالشوم او بالنبوط. وعيلة العمدة قتلوا حسن بوحشية، وقررت عيلة العمدة دي تجعل الحدث محفور جوه عقول عيلة الغريب مدى الحياة. يعني اللي هيحصل في حسن ده وعيلة الغريب هتعرفوا وهتستكشفوا هيفضل محفور جواهم مدى الحياة، ويترك لهم أثر يؤدي للجنون أو يؤدي لحالة نفسية. وهنا بقى قررت عيلة العمدة تطبق أول خطة من اللي هم كانوا عاملينها. إيه هي بقى الخطة يا سيدي؟ إن هي تعمل صلح ما بينها وما بين عيلة الغريب اللي قتلت منهم واحد، وإن هم بقى مش عايزين ياخدوا الطار بتاعهم عشان ما يحصلش صراع مدى الحياة ما بين الأجيال وبعضها، وإن هم كده هيكتفوا إن عيلة الغريب هتقدم الكفن بتاعها وخلاص كده. وجات عيلة الغريب عشان خاطر تصالح عيلة العمدة، وقعدوا في المجلس بتاع الصلح، وبالفعل تم الصلح ما بين العيلتين دي على ايد عائلات كبار وشيخ البلد. هنا بقى الصدمة بعد الصلح اللي محدش كان يتوقعها ابدا، ان عيلة العمدة بعد ما قتلوا حسن اللي هو الشاب المحترم من عيلة الغريب قاموا بذبحه وقاموا بطبخه عشان يقدموه وليمة للصلح ويأكلوه لعيلة الغريب. وعيلة العمدة نزلت الأكل لعيلة الغريب بعد الصلح. بعد ما عيلة الغريب كانت اللحمة اللي هي لحمة ابنهم، قررت عيلة العمدة إن هي تصدمهم وتعرفهم اللحمة اللي هي كلوها دي كانت لحمة مين. وقالت لهم في وسط المجلس اللحمة اللي انتوا كلتوها دي لحمة ابنكم حسن، وادي هدومه وادي بعض من أعضائه. كانوا سايبينها عشان خاطر يعرفوهم وعشان خاطر الناس التانية تصدق. وهنا بقى الحاجة المرعبة اللي أدت لذهول وحالة نفسية، إن الحريم بتاعت عيلة الغريب دخلت في نوب السويت واغمى عليهم. والله ما نسيب هالكلام، والله ما نسيب هالكلام. والرجالة بتاعت عيلة الغريب انهارت وصرخت وقعوا في الأرض واغمى عليهم من اللي هم شافوه وسمعوه كلوه. هنا عيلة الغريب دخلت في حالة نفسية وأقسمت إن هي تاخد طارها بطريقة أبشع من اللي اتعملت فيها. وهنا بقى شيخ القرية والناس الكبار حاولوا يقفوا عشان خاطر يفضوا الصراع ده، عشان خاطر الصراع ما يكبرش أكتر من كده وعيلة الغريب ما تاخدش حقها بطريقة أبشع من اللي اتعملت فيها من عيلة العمدة، واللي هي ما يتوقعهاش أي بشر ولا حتى تيجي في دماغ الشيطان. ساعتها واحد من عيلة الغريب قرر اللي هو يروح المديرية يبلغ عن الجريمة اللي حصلت معاهم، عشان برضو يكسر موضوع الطار والجريمة اللي هتحصل بعد كده وسلسلة دم اللي يحصل ما بين العيلتين
هيفضل مدى الحياة. وبالفعل الحكومة ساعتها نزلت واعتقلت عيلة العمدة بالكامل، لكن الموضوع ده ترك أثر عميق قوي في القرية. وساعتها أهل القرية كلها والعائلات بتاعت القرية وحتى القرى المجاورة لما سمعت عن الموضوع تجنبت الطار وتجنبت العنف منعا للمشاكل، عشان ما يحصلش كراهية توصل البني آدم إن هو يفكر تفكير الشيطان ما يفكرهوش وياخد حقه بطريقة بشعة غير مألوفة غير متوقعة.